نذهب للرياضة الآن بعد فوزه بميداليتين في أولمبياد لندن، واحدة برونزية في سباحة مسافة 1500 متر وذهبية أخرى وذهبية في مسافة 10 كيلومترات. أصبح السباح التونسي أسامة الملولي أول عربي يحرز ذهبيتين في دورتين مختلفتين للأولمبياد، في بكين عام 2008 وفي لندن، وهي ليست أولى الذهبيات التي يجنيها قرش قرطاج أو قرش المتوسط كما يسمى أيضا لبلاده وللعرب. مزيد من التفاصيل عن سجل هذا الرياضي المختلف الذي حقق عدة أرقام قياسية عربية وإفريقية وعالمية نبحث مع أسامة الملولي إنجازاته الرياضية، لكن بعد التقرير التالي. ولد أسامة الملولي في 16 من شهر شباط فبراير عام 1984 بالمرسى في الضاحية الجنوبية من تونس العاصمة، متخصص في سباق 1500 متر سباحة. أول ميدالية حصل عليها كانت برونزية في بطولة العالم عام 2003 والتي احتضنتها مدينة برشلونة بإسبانيا، كما حاز على 3 ميداليات ذهبيات في دورة المتوسط عام 2005 في ألميريا بإسبانيا. منح العرب أول ميدالية ذهبية أولمبية في السباحة خلال أولمبياد في بكين 2008، حائز على 5 ذهبيات وسجل 5 أرقام قياسية في دورة ألعاب المتوسط عام 2009 في إيطاليا. اتهامه بتناول المنشطات الذي أكد براءته منها شكل تحديا لمضاعفة جهوده وحصد مزيد من الميداليات. أصبح يلقب بقرش قرطاج وفيليبس العرب نسبة إلى أسطورة السباحة الأمريكي مايكل فيليبس، لكن السباح صرح بأنه سيعتزل السباحة بعد البطولة العالمية في برشلونة العام المقبل. فهل هو قرار يستدعي المراجعة من السباح بعد كل ما حققه من فوز، أم هو قرار نهائي؟ ومعنا في الاستوديو السباح العالمي والبطل الأولمبي التونسي أسامة الملولي. أسامة أهلا بك. عايشك وبيك. شكرا. الميداليات السابقة والأولمبية السابقة هديتها للفلسطينيين، البرونزية هديتها للثورة التونسية وتونس الجديدة، لمن تهدي الذهب؟ والله الذهب كيف هديتها لكل معناتها التوانسة اللي حقيقة حسوا تبعوني في الألعاب هذه وكانوا متعطشين للذهبية، اللي كان على كتافي ريسبونسبيلتي كبيرة، اللي كانوا مسؤولية كبرى. نعم. مسؤولية كبرى بعد ذهبية بكين. التوانسة كانوا متعطشين للذهبية هذه، والحمد لله نهديها للثورة التونسية ونهديها لكل الشباب التونسي اللي يطمح باش يوصل العالمية ويطمح باش نهار من نهارات يحقق حلم الأولمبياد هذا اللي الحمد لله أنا حققته في مسيرتي مرتين في بكين 2008، وربي أنعمني باش نوصل للتتويج هذا مرة ثانية. في للتذكير أيضا أسامة، أنت البطل الوحيد الذي فاز داخل القاعة، أي السباحة في المسبح، وفي فضاء خارجي أيضا في الأولمبياد، أليس كذلك؟ هذا إنجاز أول ووحيد في حد ذاته. بالنسبة للسباحة العالمية ككل، أنا أول سباح في العالم اللي يطلع على منصة التتويج في سباق في وسط المسبح والسباق المياه الحرة، اللي هي رياضة تسمى جديدة نوعا ما للعالم السباحة. إذا ما ظلمكش اللي قال قرش المتوسط قرش قرطاج. اي هو لقب يجيب فخرة كبيرة برشا، والحمد لله كنت في حسن الظن. أحد الظرفاء من المعلقين على فيسبوك في تونس قال أسامة الملولي نجم يحرق لإيطاليا مرتين في النهار. لمن لا يعرف اللهجة التونسية اللي هي الهجرة غير الشرعية والسرية إلى إيطاليا عبر البحر، أنت تفكرش في العملية؟ لا تبارك الله، يعني في تونس ثم كرياتيفيتي كبيرة برشا، ثم تصاور خرجوا على الفيسبوك اللي أنا نعوم وفوقي تونسي حارق اللمبادوزة. يعني مشاهد ظريفة، ولكن كما قلت لك مع المشاهد الظريفة والجميلة والممتعة في الحقيقة، فما نقاط أخرى أثارت استياء البعض وأثارت ربما احتقانا ما على المواقع الاجتماعية، سنأتي إليها فيما بعد. دعني أسألك سؤال أريد أن أسأله، لأنه حكيت على المسؤولية، الثقل على ظهر الواحد، ربما الثقل الأكبر هو أن تسبح 10 كيلومترات. أنا لا أخفيك أقوم بها مشيا وأتعب جدا، فكيف تسبح 10 كيلومترات؟ هو تنجم تقول من أصعب المنافسات في كل الرياضات، مش كان في السباحة ساعتين في الماء حرة، يعني بالكونديشنز، يعني الماء كان بارد شوية في الواد هايد بارك، يعني أي مش زي 19 20 ديجريز
ماء المسبح يكون عادة نحن مستانسين مياه التمارين نتاعنا في المسابح ما بين 27 درجة و 28 درجة، وفي السباحة الماء كي تطيح درجة تحس تأثر على الجسم، وتأثر على الجسم، وجسمك يبدا يحتاج إلى سوائل أكثر اللي يخليك معناتها تبدا متقلق أكثر في الماء ما أبرد. ثم معناتها كونتاكت مع الرياضيين الآخرين اللي معاك بالضبط. اللي يخليك هذا كله ما أفقدكش تركيزك أسامة، لأنه فما تكتيك وفما حسابات طول هاتين الساعتين. كيف يمكن أن تجمع بين الأمرين؟ هذيك أصعب حاجة بالنسبة، وهوك عليه اللي يقول اللي المنافسات في المسبح هي معناتها مختلفة تماما على التمارين مقارنة ب 10,000 وساعتين سباحة. يعني تمارين أكثر، تتطلب أكثر تحضيرات، تتطلب لازم فيها خبرة، لازم تعمل معناتها العديد من المشاركات في 10 كيلومتر اللي هذاك قمت لازم تمارين البرة في أمريكا، في فرنسا، مش في تونس، مش في بلد عربي. لماذا العرب عاجزون عن التدريب في بلدانهم وتوفير مرافق ربما قد تصنع أبطال أولمبيين بأمانة؟ لكن ياخذوا مثل تونس، نحن 10 ملايين توانسة، وفي تونس كاملة معناتها المسابح اللي موجودة في تونس كلها موجودة في العاصمة، وعندنا مسبح زوز مسابح 50 متر ومسبح 25 متر، وممكن مسبح واحد اخر 25 متر. مش كيما الصين اللي بالمناسبة السباح الصيني يعني في منطقة صغيرة نتاع 5000 من الناس تلقى هو تفوق عليك، لكن هناك بالميدالية الذهبية، وتونسيون هاجموا صفحته على الفيسبوك، لكن الرجل بدا رياضيا جدا وهناك مباشرة. لا هو ما نعرفش اذا كان الفان بيج هو اللي مسؤول عليها ولا عنده مانجر نتاعو، ولكن سان هو شاب معناتها بطل بأتم معنى الكلمة، وكان عنده روح رياضية كبيرة جدا. أن تكون رياضي عربي مسلم تتدرب وتعيش في أمريكا واسمك أسامة، هذا يحيل على بن لادن بالتأكيد. ماذا حدث معك ولماذا أوس وهي اختصار لاسم أسامة ظهرت فيما بعد؟ هل هو تحايل على الموقف ربما؟ ممكن. هو صحيح كي تحكي مع أي عبد أمريكي تبدأ تحكي معه كونفرسيشن كله ماشي تمام، كله مع أريحية، في آخر الوقت تقول له شو اسمك؟ تقول له أوس، تقول لي really what's your real name؟ معناتها شنو اسمك الحقيقي؟ تقول له أسامة، تحس بتبدل الرياكشن، يعني تبدل رد الفعل. هذيك معناتها في المطارات للأمانة عندنا صورة اللي تعرضت لتضييق ما شوية، عندنا صورة اللي هي موجهة شوية في أمريكا بحكم الإرهاب، شوية بحكم اللي صار في 2001 اللي كان، بالإضافة لأنه معنى الأسامة الأسد لو عرفوا المعنى ربما لا تشددوا أكثر. ولكن حقيقة أنا الحمد لله معناتها في عالم السباحة أنا عايش في يعني بابل، نجم تقول في فقاعة معينة مع ناس معينين، دائرة ضيقة يعني. أكيد هاي مع رياضيين، ممرنين، طاقم فني، مدلكين، نيوتريشنست، معناتها كلهم يعرفوا قيمة تغذية. نعم. نرجع للنقطة اللي أثرناها قبل شوية أسامة، كثير من الفرح هذا مؤكد. أنت وحبيبة الغريبي اللي نحييها بالمناسبة أيضا شرفت المرأة التونسية والعربية كأحسن ما يكون، أول ميدالية ذهبية، أول ميدالية فضية. نعم بالفعل. لكن ثم انتقادات كبيرة خلينا نقولها للأمانة، يعني فما ناس قالوا أفطر وتباهى بإفطاره وتظاهر بإفطاره ولا يتشرفون بك. هناك حتى صفحات سلفية تحسب على السلفيين في الفيسبوك أهدرت دمك. ما رد فعلك؟ وهل تفكر في مقاضاتهم ربما، أم أنك تدع مثل هذه الأمور ولا تنزلق إلى الانخراط فيها؟ والله سمعت بهم الأحداث هذا، سمعت بهم وكنت مستغرب برشا بعد تتويج حبيبة اللي كان تم نقدها بصفة أيضا نفس الموضوع، اللباس غير المحتشم اللي هي عورة للميدالية هذه ما تشرفش تونس، ولا بالعكس هي معناتها قدمت وجه يشرف توانسة كل يعني. هذا من نتاج الثورات والربيع العربي أسامة؟ كل واحد ورايه، ولكن ما لازمش تكون فوضى، وانا ما نقولش الدين هو ما بين الانسان وربي سبحانه، معناتها ما يخلينيش انا كمسلم باش نحكم عليك انت كيف تتصرف ولا كيف علاقتك مع دينك ولا علاقتك مع ربي سبحانه. هذاك اللي يخليني معناتها حاسه في نفسك اكيد. اي شويه اكيد. وثم معناتها صار اكثر من هذا اللي كونه علمت عليه وزاره الشباب والطفوله والسلطه الاشراف التونسيه اللي لو حتى سجودك في النهايه كان لافت، يعني هو اعتراف. ولكن الشيء اللي خوفني اللي كان ثم معناتها التهديد بالقتل. صحيح هذا موجود. هذا الشيء معناتها مش نتاعنا،
مش نحن كمسلمين معناتها لازم نوريو ايماج وجه اللي نحن نحبوا بعضنا، نحن سلميين، مفروض مش المفروض مش هذاك المسج نتاع الاولمبيك جيمز، رساله التسامح وقبول الاختلاف وقبول الاختلاف. نعم. اكيد هذا مهم. سؤال اخير بايجاز، اكيد تعرضت لمواقف طريفه اسال عنها. السؤال الثاني، علاش اعلنت اعتزالك في مش بطوله العالم في برشلونه القادمه؟ ما زلت صغير، فيليبس البطل الكبير تحصل على ميداليات في مثل هذا السن الذي تفكر انت فيه. ماذا سيصنع اسامه الملولي؟ مدرب رياضي ام مستثمر ام ماذا؟ والله مش عارف المستقبل، ان شاء الله رؤية توضح المستقبل نتاعي، ولكن صراحة اكيد اللي قلت لكونه لكل قصة جميلة لازم تكون عندها نهاية جميلة، وما اجمل من التتويج الاولمبي هذا بعد اولمبياد بكين ذهبية بكين ذهبية لندن، اللي حقيقة ما جاتش بالسهل خاطر بحكم الاصابات اللي عندي في كتفي في مرفقي في ظهري. انا صراحة تنهي في افضل حالة يعني. اكيد تخرج من باب كبير. طرفة صارت لك تتذكرها؟ طرفة يعني طرفة فكاهية ولا؟ لا، في التمارين، في السباحة، في المنافسات. والله ماذا بيا نقول لك طرفة، ربما أحسن طرفة هي الميدالية الذهبية، أطرف شيء حصلت عليه. شكرا لك أسامة الملولي. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. بهذا نصل إلى ختام العالم هذا المساء الليلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.